القفطان، فقط على القفطان. قال لك لا هذا ديالنا وكتستعمل الجزائر تصاور ما تصاور. اذا غادي نقولوا مبروك للجزائر، واخا البارح قلناها. وحتى السيده ديك المغربيه اللي عندها قناه وكتهضر في الاخر قالت لك انا صافي استسلمت، لان قالت لك هذا الشيء كله تخوار، يعني كلشي خرطي، كيغوتوا كيغوتوا في الاخر الشيء اللي غيسبوه في ان واحد السيد باع القفطان للمتحف الهولندي. واش انت مريض؟ واش انت مسطي؟ واخا تبيع واحد الحاجه كيبقى الاصل ديالها كيتنسب ليها. خصكم حتى نتوما الخريه يعني الانسان يقبل الهزيمه. هو الصراحه ما طفرتوا حتى شي حاجه، كلشي هزيمه هنا هزيمه هنا، دبلوماسيه اجتماعيه قضائيه سياسيه، كلشي عندكم هزائم. ما ربحتوا حتى دعوه، ها كتغوتوا ها وحتى حاجه ما طفرتوها، ما كتربحوا لا في داخل الوطن ولا خارج الزريبه، ما عندكم والو، عندكم غير ها وفي الاخر تبدو وتشوهتوا عالميا. ها المصائب ديال البرلمان الاوروبي، ها ديال ما نعرف شنو، كلكم فضائح. ها انتم عندكم داك ديال الكوكايين، هذاك المالي، في ما درتي تلقى الفضائح. ها ديال هذا، ها ديال، كلكم غارقين فضائح، كوارث كحله والعياذ بالله. المهم دابا زدتوا على ديال الكلاب، صافي جبتوا الربحه. اخوتي واخواتات، احبكم في الله، ليله سعيده وكتب.